انا كنت دور صغير كده في ابناء الصمت، فقالوا هو ده اللي يعمل اسماعيل الشيخ بطل الفيلم بتاع كرنك. فجوني لقيت الاستاذ ممدوح الليثي كان ساعتها هو اللي كاتب السيناريو ومنتج الفيلم، وقال انا عايز تعالى اعمل. فخدني وكنت ماضي فيلم مع الاستاذ صلاح ابو سيف بعمل الدور الثاني فيه. نعم. قال لي تسيبه عشان انت هتخش معايا الكرنك. فبعد كده دخلت على هصور بكره، فقالوا لي معلش مسك كوبايه زي دي كده وقاعد بقى هديني قسط بقى وهخش اصور بقى بكره نجما بقى وده وبتاع، وانا حافظ ورايح بقى للمنتج وبحسبه بقى يعني ايه، اقول لي شد حيلك يا بطل وبتاع. فقال لي حكايه اسمه نصيب، الموزع رفضك. فالكوبايه راحت مكسوره في ايديا. فانا ما عرفتش غير ان انا بتكلم طب جبتوني ليه؟ يعني عايزين مني ايه؟ وبعدين عرفت كمان مش قال لك قال الموزع ده يحب سعاد حسني، ده اسود وشعره اكرت، وقال ده شكله وحش. يعني يقول اللي هو عاوز يقوله، انما شكله وحش دي بقى بتاعت ربنا.